السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مرحبا بكم على قناتي وقناتكم عالم جوهرة الصحراء مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم عبارة عن مسمن أو يعني مسمن في الفرن بحشوة، معمرينه بحشوة اللي هو يعني بسيط وسهل، بدل من أن نحطوه بورقة البسطيلة. هذا بديل البسطيلة. المهم هانتم معايا على بركة الله في المكونات اللي غنحتاجو لهذا المسمن ديالنا، اللي هو حطيت هنا دقيق أبيض 200 تقريبا 300 غرام من الدقيق الأبيض عفوا، و125 غرام من الدقيق الفينو. اللي نضيف لهم القليل من السكر حبيبات، يعني تقد عود معلقه صغيره، والقليل من الملح حسب الذوق، وخميره كيماويه، نصف خميره كيماويه عفوا. غادي نحط الخميره والسكر في جهه، ولا نحط الملح في جهه، باش كل واحد نخلطوه على وحده، ومن بعد نخلطوا الجميع، لان الملح منين يتحط مع الخميره ما يخليها تتفاعل. لهذا انا حطيت كل واحد وحده، ولين نخلط الخليط اللي هو الدقيق وهذا المكونات اللي نخلطهم بالماء عادي، يعني ماء بارد، ما هو دافي. وهانتم معايا بعد ما غادي نخلطهم هنا، يعني خلط يعني حطيت على الخميره القليل هي والسكر، وحطيت على الملح ايضا القليل، وخلطت الملح وحده، خلطت مع الخميره وحدها. من بعد لين نخلط الكل، يعني لين نجمعوا العجينه كامله. كيف كتشوفوا انا هنا كنجمع فيها، يعني كنضيف الماء اللي يقدني باش نحصلوا على عجينه المسمن. عجينه المسمن غاية دائما كتكون قاصحه شويه، يعني شاده في راسها، ما كتكونش رطبه. هنا بعد ما حصلت عليها هي هذه، لاهي نغطيها ترتاح تقريبا نصف ساعه، او حتى الا عندكم الوقت وتقدروا تخلوها حتى ساعه. كل ما يعني ارتاحت لاهي تسهل معنا في الطرق. هنا غطيتها بالبلاستيك الغذائي، ونقدروا نحطوها ايضا في بلاستيك، يعني حطوها فيه ونخلوها لين ترتاح. وهانتوما معايا من بعد ما غادي نحطها، غادي ندوز الحشوه. يعني الحشوه اللي هي حطيت عندي هنا مقله، حطيت فيها زيت الزيتون والملح والبزار والبصل، وضفت عليهم الفلفل الاحمر، وضفت ايضا القليل من القزبر والمعدنوس والخرقوم نص كبير، الفلفل الاحمر او تحميره، والقليل من القزبر مطحون. هنا ضفت الحوت كيف كتشوفوا، وضفت عليه الشامبينيون نوار او الفطر الاسود، وضفت ايضا هانتوما معايا غتشوفوا عني ضفت الحوت، وضفت معاه ضفت عليه الشامبينيون نوار، وحطيت ايضا الكبار ونصف عصير حامضه، وخلطت الكل. من بعد ما طابت عندنا الحشوه ووجدت، ضفت لها يعني الشعريه الصينيه اللي انا سلقتها من قبل في الماء، حطيت الكل وحركته. هنا دست باش نقطع العجين ديالنا اللي هو ارتاح، قطعته على تقريبا 4 كرات أو 5. أنا هنا حطيت 5 القطع، لهن نسرحهم على شكل أن هنا مسمنة. وهنا حطيت الزيت عادي، زيت نباتي، وحطيت عليه معلقتين من النشا، هما باش غادي نورقوا هاد العجين ديالنا. كيف كتشوفوا في الصورة أنا كنورقو هنا بهذاك الزيت اللي حطيت معاه النشا، يعني وكيسهل لنا حتى في التوريق، وحتى العجينه كانت مرتاحه يعني مزيان. كيف كتشوفوا هنا كنقرصها او كنسرحها باش نحطها على شكل مسمنه، مع ان العجينه كانت شويه كبيره باش تعطيني كل مسمنه تعطيني 4 قطع. هذا هو علاش خليتها كبيره. هانتوما معايا مستمرين في الطريقه اللي حنا كنحضروا بها هذا المسمن ديالنا او هذه الفطائر ديالنا. من بعد ما غادي نشكل الكميه كامل اللي عندي، انا من بعد سرحتها وقطعتها على 4 قطع. هنا حطيتها في هذا المول هذا، وغادي نوضع وسطها الحشوه اللي حضرت معكم. ضفت لها القليل من المعدنوس والقزبر ايضا اخضر، هو اللي ضفت، ما شاركتوش معكم، يعني كان اخر شيء حطيته عليها.
بدون فرماج، يعني ما كاين حتى شي حاجه من غير هاد المكونات اللي هما حطيتهم معكم. وهنا كنصايبوها على شكل بسيطلات صغار او مسمنات على هذا الشكل هذا اللي هي دائريه، وغادي نحطهم في المول او في الطاوه ديالنا. وهانتوما معايا مستمرين معايا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا وندخلوهم للفرن. بعد ما غادي ندهنوهم ان شاء الله، غادي ندهنوهم بالقليل من الزيت ومعه الفلفل الاحمر، ونقدو ندهنوهم ايضا باصفار البيض اللي نضيفوا عليه القليل من الحليب او القليل من الخل. ما عندكم مشكل، يعني اي حاجه تبغوا تضيفوها على البيض، لا باش تخلي داك البيض ما يكون فيه رائحه. وهنا كنشارك معكم اني كنعمر المسمن ديالنا اللي هو هذا هو، يعني سهل كيجي مورق صراحه بهذه الطريقه وسهل. وبديل الورقه اللي كنستعملوا في البسطيله، البديل ديالها كنحطوا هادو على اشكال بسيطلات صغار. وهانتوما معايا من بعد ما غنكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ونرجع معكم باذن الله. وكنتمنى اللي وصل لهنا ما ينسى انه يخلي لي الاشتراك، الى ما عاد مشترك في القناه يخلي الاشتراك ويخلي اللايك، وإلى خلى تعليق كان أحسن، لأنه التعليق كيخلوني نزيد معاكم القدام وكيشجعوني. وما تنسوش أنكم تشاركوا القناة مع الأهل والأصحاب يعني كل حد تعرفوه تشاركوا مع القناة لتعم الفائدة ولنستمر وباش تكبر القناة، لأنها مازالت قناة صغيرة. وهانتم معايا من بعد ما كملت الكمية لاهي ندهنهم كيف قلتلكم بزيت المائدة اللي ضفت عليه القليل من الفلفل الأحمر أو التحميرة. ومن بعد لين ندخلهم الفرن على نار يعني تكون مهيله باش يطيبوا هما على خاطرهم، باش يجينا هذاك العجين مورق ويجي مقرمش. وهانتوما معايا وما تنساو اللايك، ما تنساو اللي كيتفرج وينسى اللايك يحاول انه يخلي لايك باش الفيديو يطلع ويشوفوه ناس اخرين ما شافوه، او يطلع لناس ما كيعرفوش القناه يشوفوها. ودمتم في احسن حال، وكنشكركم جميعا، يعني الناس القدام ديال اللي في القناه دائما اللي متبعيني والناس الجداد كلكم كنشكركم. ودمتم في احسن حال. هنا من بعد ما خرجتهم من الفرن هذا هو الشكل ديالهم، مع انه كان التصوير شوي ناقص. وحطيتهم حتى بردوا. وهنا غادي نقدمهم معكم كيف كتشوفوا كانوا سخان هنايا. صراحه كانوا مقرمشين، مع انه القرمشه كان معها صوت ما قديت نخليه. المهم هنا حطيتهم في صحن التقديم وزينتهم بالقليل من الليمون الحامض او القليل من المعدنوس والقليل من حبوب الخشخاش، يعني كتزيين فقط. المهم كيبقى لكم نتوما يعني تزيين اختياري، كل واحد يقد يزين باش بغى. وهذا هو الفيديو ديالنا، واللي وصل حتى لهنا ما ينسى ايضا اللايك وما ينسى التعليق. ودمتم في احسن حال، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله ووصفة جديدة باذن الله. والى اللقاء، واستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.